كشري اسكندراني، كوبايتين رز، كوباية عدس أصفر، بصل، سمنة وزيت، ملح وكمون، بيض مسلوق. هنبدأ بقى ايه نعمل ايه؟ انا يتهيألي خلينا نبتدي احنا نقول المقادير مظبوط. الحاجات الاول. طيب احنا معانا طبعا رز ومعانا عدس. اوكي. في على حسب بقى كل واحد وذوقه، يعني احنا ممكن نحط مثلا كميه العدس قد الرز، في ناس ممكن تحط الرز ضعف العدس الكميه. فاحنا مزبوط. هنا معانا النهارده يعني لو هناخد كوبايه عدس هناخد معاها 2 كوبايه رز. أوكي. او ممكن كوبايه وكوبايه. ومعانا طبعا بصل. والتوابل بقى توابل بسيطه جدا، هو ملح ومعانا كمون وممكن نزود فلفل. اوكي. ومعانا الليمون ده اساسي، والزيت اللي احنا لو عايزه فلفل نستلف من الانجريدينتس بتاعه الكبده وارجعها مكانها عشان ايه؟ هو يعني الشكل يعني. اوكي، بس هو الفلفل الاسود مش بيبقى لايق قوي عليه، هو الاكتر اللي هو الكمون. صح. حتى يعني الكمون برضو ليه سبب صحي، علشان العدس من البقوليات فبيعمل شويه انتفاخ. في ناس ممكن يحصل لها انتفاخ او حاجه، فبنحط معاه الكمون. صح. اللي بيحب يحط فلفل ممكن نحط التاتش بتاع الفلفل، بس يعني الاساسي بحط فلفل شويه. طب خلاص يبقى نعمل زي ما انت الكبده، ناخد زي انت بتحبي. طيب خلينا بس بقول احنا طبعا معانا البيض ده بنعمله ده لوحده، يعني ده بناكله مع العدس. ندحرجه بقول الاول قبل ما نبتدي، ونخليه على جنب جاهز على الراس. تمام. يلا بينا. اوكي. قولي، تحبي اساعدك في حاجه؟ يا ريت. بس هنا ممكن هنحط الزيت هنا كده. اوكي. هو برضو بيبقى حلو ان احنا يعني ممكن نحمر البيض او ندحرج البيض في سمنه او زيت افضل. نستنى شويه. قولي لنا بقى ايه تاني غير الكبده وغير الكشري من الحاجات اللي مشهوره بيها اسكندريه؟ هو طبعا السمك ده يعني اسكندريه مشهوره جدا بالاسماك، اكيد كل الناس يعني عارفه كده، وبينزلوا اسكندريه مخصوص عشان ياكلوا وانا اولهم. يمكن المميز في السمك يعني غير الانواع والحاجات العاديه هو طريقه رز الصياديه برضه. طبعا. يعني هتلاقيها بتختلف مثلا من اسكندريه عن مدن القناه، السويس وبورسعيد. واخبار الحواوشي ايه؟ الحواوشي الاسكندراني. وفي بقى حلويات الحجازيه. الهريسه. انتي صحفيه بس ولا صحفيه وايه كمان؟ عشان انا عرفت السي في بتاعك برضه، فاحب ان الجمهور يعرفوا معانا. انا اصلا صحفيه تحقيقات. ومذيعه راديو اذاعه. اوكي. ومديره وحده المراه وقضايا المجتمع بمركز بحثي. مديره وحده المراه. بندافع عن المراه اساسي، واحيانا يعني احيانا عن الرجل. معلش مره من نفسهم نلاقي حد يدافع عنهم، احنا بندافع عن نفسنا الاول. لا والله هقول لك حاجه رغده، يعني انا الفكره بالنسبه لي مش فكره انه الرجل والمراه وعارفه اللي هو التحيز ده. كل ده يعني بتبقى احنا بنهزر والله وبنضحك وكده. هي الفكره انه ربنا خلق ادم وحواء علشان يكملوا مع بعض الحياه، وهم كل واحد ليه دور، فكل واحد بصي المقاميق دي الحاجات اللي هي كده دي. عايزه حاجه تقلبي بيها في حاجات هنا لو عايزه. في مسكه او حاجه؟ لا، ممكن تشيلي بالاخر بالمعلقه دي. ايوه دي مثلا. تمام. هو لسه يعني لسه شويه. بس هو الافضل كمان ان احنا نعمله في سمنه بلدي او ومعها ممكن حته زبده كده، بيطلع برضو الطعم يعني حاجه ثانيه كده مختلفه. لان البيض المدحرج ده اعتقد انه ده مش اصله اسكندراني بقى، ده اصله صعيدي بجد. يعني ده اصله من الصعيد. لكن احنا خدناه في اسكندريه مع العدس عشان يعني نكمل وجبه البروتين اعتقد كده، يعني يبقى فيه بروتينات اكتر، فمع العدس نزود معاه بيض، يبقى كده الوجبه تمام. بالظبط. يبقى كده الوجبه. وفي احياء في اسكندريه مثلا في بحري واحياء في ابو قير برضو، الحاجات اللي هي المطله على البحر أكتر. ايوه بيعملوا احيانا مع السمك المشوي جنب الكشري جنبيه بولتي. تمام. لكن معظم نديله تقليبه لسه يعني حاسه هنبص كده. لا لسه شويه اهو بدا كده واحده كده. احنا بقى في اسكندريه. شفتي بقى، اقول لك شويه معلومات عن اسكندريه. اسكندريه من اقدم المدن في مصر يعني، بس طبعا في اقدم منها تحت في الصعيد، بس في الدلتا هي اتاسست سنه 330 قبل الميلاد. اسكندريه انا لما جيت عملت شويه ابحاث كده في الاعداد، كل محافظه ليها شعار المحافظه. اسكندريه من اكتر الشعارات اللي كلها فن، اكيد عارفاه طبعا. طبعا. المركبه
اللي قدامها إيزيس اللي هي حامية الفلاحين، وماسكة البردية اللي فيها الحكمة بتاعت مكتبة اسكندرية، وبعد كده في المينا والبحر. فهو بجد شعار حلو، وده بيعبر عن اسكندريه كلها، بيعبر عن فيها كل حاجه بالظبط. هي فيها كل حاجه، البيئه السكندريه، البحر بحكم الجغرافيا، المينا مهم جدا لمصر بالذات. تقريبا 80% من اي حاجه داخله مصر واردات بتعدي من اسكندريه، بتيجي من اسكندريه طبعا. والفن كمان يعني كويس ان انت اتكلمتي عن الفن بقى اللي احنا يعني اولا مسقط راس خدي عني محمود عبد العزيز، سيد يوسف درويش، شاهين، سيد درويش، بيرام التونسي، عادل ادهم، سمير صبري، انا ناسيه مين فمش فاكره، حتى احمد شوقي اللي هو اصلا مش من مواليد اسكندريه اساسا، لكن هو لما اتنفى بره مصر كان بيكتب قصايد شعر في اسكندريه، ان هو وحشه جدا وعايز يرجعها ومش عارفه ايه. اسكندريه ملهمه يعني كده؟ طبعا خطيره يعني. وانتوا طبعا يا حبايبي بتبقوا زهقانين مننا في الصيف، ما بتبقوش مستحملين حد يجي لكم في الصيف. لا بصي، هي الفكره مش في كده قوي، بس هي الفكره ان هو الشوارع بتبقى زحمه طبعا طبعا، واسكندريه هي شتويه اكتر منها اي مدينه ساحليه كده، فظيعه. اسكندريه سحرها اكتر بيبان في الشتاء، صح، تحسي ان الشتاء بقى كده والكوت والشمسيه انت محظوظه يا هبه برضه والمحظوظين. بس انا عايشه في القاهره بقالي يعني حاليا بصي البيت يعني مش شكله خطير، والريحه بقى وهو كمان يعني كده. اللون ده كده هو ده اللي خلاص هنطلع من عنده عايزين. اوكي. أنا من الناس اللي شايفة إن إحنا عندنا فولكلور وتراث في الأكل المصري. مظبوط. يمكن مش موجود في مطابخ كتير على مستوى العالم خالص يا هبة، مش واخد حقه. عشان كده بجد أنا بحييكي وبحيي كل فريق البرنامج على فكرة إنه يعني بصي إحنا بس هنطلع دي كده الأول. كان دي خلاص الأستاذة ممكن نحطها قدامنا لو عايزة. تمام. الأستاذة دي استوت، ودي كمان أعتقد إنها استوت. يعني ممكن بس تاخد كده على الوش ده، دي حاجة تمام.